ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. شوفوا أنا اللي خلاني دلوقتي يا جماعة، أنا بعمل الغدا دلوقتي لعيالي، فلقيت ألم شد على إيدي مرة واحدة كده، ألم صعب خالص، خلاني سبت السكينة وسبت الأكل عشان أريح إيدي شوية. زي ما قلت لكم يا حبايبي، والله ايدي بقت تشد عليا بطريقة مش عارفة لا تحتمل. يعني حاجة بسيطة زي دي خلت ايدي شدت عليا، ما قدرتش. حتى انتم ملاحظين ان انا بتعامل مع رغم ان هي لو عيل صغير هيقطع البتنجانة يعني، بس انا من كتر الالم اللي في ايدي وشد الاوتار والاعصاب من كتر الغسيل على ايدي خلى ايدي مش متحملة اي ضغط. يعني بتعامل معاها كأن يعني مش عارفة والله. ادعولي النبي، ادعولي بالله عليكم يا حبايبي، ادعولي ربنا يشفيني ويهون عليا الألم. ادعولي ربنا يشفيني ويهون عليا الألم، لأني أنا بقيت من أقل حاجة بتعب والله. يعني أنا بكلمكم دلوقتي وبسجل الفيديو ونفسي عمال يروح ويجي، مش قادرة أتكلم، مش قادرة والله العظيم. الشقة والهم وعولان الهم خلى ما فيش عندي مجهود لأي حاجة. ادعولي ربنا يعيني على شيلتي وعلى 5 عيال واطلعهم واربيهم تربية حلوة وأعلمهم أحسن تعليم. النهاردة كنت بعمل الغدا للعيال، فقلت يعني أطلع أتكلم معاكم شوية وأفضفض معاكم ويعني وأوريكم الغدا بتاعنا. أنا والله يا جماعة بقينا أنا والعيال بنطفشوا من الأوضة بسبب الوباء اللي فيها. والله احنا عايشين في مستنقع، احنا عايشين في مستنقع، يعني مش في مكان آدمي خالص. الفار النهاردة الواد ولدي بيفتح الدرج، لقي الفار في وشه، صرخ صرخة. أنا الصرخة يعني طلعت من قلبي، والله الصرخة طلعت من قلبي لما سمعت ولدي بيصرخ ويقول لي الحقيني يا ماما الحقيني. أنا قمت والله العظيم اتفزعت، جريت وكنت هاجع من كتر اللهية بتاعتي. خفت على الواد يكون في حاجة أذته ولا حاجة أذته من اللي في الأوضة. العيال قعدوا يبكوا ويقولوا لي يا ماما انت مقعدانا في الأوضة دي ليه؟ مشينا من الأوضة دي، احنا مش عايزين نقعدوا فيها، احنا خايفين من الحاجات اللي فيها، احنا مش عايزين نقعدوا في الأوضة. وقعدوا يبكوا، خلوني أنا قلبي اتقطع. طب أعمل ايه يا رب؟ طب أعمل ايه؟ طيب بالله عليكم توقفوا معايا في القناة. أنا نفسي بس في دخل شهري، أنا كل حلمي وطموحي دخل شهري يسندني أنا وعيالي. أنا والله شغالة، يعني أنا مش عشان محدش بس يقول لي تعليق سلبي. بلاش يا جماعة التعليقات السلبية، بلاش والله العظيم. انتوا ما تعرفوش الظروف ايه، ما تعرفوش حياتي ايه عشان تقولوا لي تعليقات سلبية. أنا فيها اللي مكفيني، والله أنا فيها اللي مكفيني، ما متحملة كلمة وحشة. يا جماعة اللي شايف حاجة سلبية عندي ما يكتبهاش، ما يقولش رأيه خالص، ما يكتبليش تعليق خالص. عندكم كلمة حلوة، كلمة طيبة، كلمة حسنة قولوها. وبالله عليكم، بالله عليكم تقفوا معايا في القناة. أنا نفسي بس كل حلمي دخل شهري أعرف أصرف منه على عيالي. أنا نفسي بس في دخل شهري يغنيني عن سؤال لأي حد. أنا عيالي ليهم مطالب وليهم طلبات، اللي هم أطفال غصب عنهم بيطلعوا برا وبيشوفوا قدامهم ويعني فلازم هم ما يعقلوش إن مثلا الظروف ما تسمحش، فيعني بيجوا يطلبوا مني. بس أنا بتقطع لما يكون عيل نفسه في حاجة وما اقدرش ألبيها له. فبالله عليكم اقفوا معايا، اعملوا لي لايكات على كل الفيديوهات، اللي يقدر يشير لي فيديو ما يتأخرش عني. يعني اعتبروها صدقة، اعتبروها اي حاجة. يعني مش عارفة اقول لكم ايه والله. كل اللي طالباه منكم تدعولي دعوة 40 غريب،
ادعولي ربنا يصلح حالي وحال عيالي ويغنينا عن السؤال وما يذلناش لحد وما يحوجناش لحد، واقدر يعني اربيهم احسن تربية واحسن تعليم. وادعولي كده ان شاء الله ربنا يكرمني ويبقى لي دخل شهري اعرف اصرف منه على عيالي وما احوجهمش الحاجة. بالله عليكم ما تنسوا اللايكات على الفيديو وما تنسوا تشاهدوه كامل. بلاش يعني حتى لو مش حابين تبصوا على الفيديو شغلوه بس زي اي حاجة، شغلوه بس وسيبوه شغال كده وخلاص. بالله عليكم تقفوا معايا في القناة. انا هدعي لاي حد يقول لي كلمة حلوة، هدعي لاي حد يجبر بخاطري وخاطر عيالي، باي حد يكون سبب في دخل ليا شهري ان شاء الله، يكون سند ليا بعد ربنا انا وعيالي. انا يعني مش عارفة اقول لكم ايه. انا والله بتعب نفسيا وبزعل لما بلاقي تعليق مش حلو، بيبقى الناس دي مش عارفة حالتي ولا حياتي ولا ظروفي عشان تقولولي تعليق وحش يزود عليا. الله المستعان يا رب على كل حال. انا يعتبر يعني الحمد لله كده مستورة الحمد لله، وربنا يكملها بالستر ان شاء الله. ايه رأيكم في الغدا بتاعنا؟ شوية بتنجان وفلفل بالهنا والشفا على اللي هياكل. واشوفكم على الف خير ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا يضيع الودائع. يا رب اقف معايا يا رب وانصرني يا رب. مع السلامة.